تخيل تصحى من النوم فجأة وتلاقي نار حواليك في كل مكان. دي مش نهاية العالم، دي مجرد ليلة عادية جدا في جزيرة بيرك. جهز نفسك بقى علشان احنا النهاردة مش بنحكي مجرد فيلم، احنا هنشوف ازاي شخص واحد قدر يغير قرية بالكامل، وعلمنا ازاي نحقق المستحيل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعمل اللايك الجميل بتاعك، وبرضه اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وكده. وبس كده، يلا بينا. بيرك قرية صغيرة في وسط البحر، الحياة فيها حلوة والناس عايشة بسلام، لكن في مشكلة واحدة بس، وهي التنانين. فجأة التنانين بتهجم على القرية وبتدمر اللي فيها وبتولع في كل حاجة، والناس بتحاول تدافع عن نفسها، وده روتين القرية أساسا. عايشين في حرب دايما بين التنانين، وده بطلنا حازوكا، شاب غلبان بيحاول يساعد بأي حاجة، ولكن محدش بيديله أي اهتمام. وده هو ستويك، وبنعرف إن هو زعيم القرية وأبو حازوكا. بيزعق لحازوكا وبيقول له إنه يستخبى جوه حالا، وبنشوف ستويك وهو بيخطط للقتال هيمشي ازاي. وبيدخل حازوكا ورشة حدادة بسرعة، وبيبدأ يشتغل مع جوبر اللي علم حازوكا الشغلانة. المهم القرية بتولع اكتر والقتال بيبقى اشد، وتنانين جديدة بتظهر، وبيظهر شباب تانية كمان بيطفوا الحريق بسرعة، ومنهم بنت اسمها استريد، واللي بيكون حازوكا غيران منهم علشان شغلهم مسلي اكتر من شغلانته. وحازوكا بيتكلم مع جوبر وبيتحايل عليه انه يخرج ويحارب، بس طبعا جوبر رافض علشان شايف ان حازوكا ضعيف ومش هيعرف يعمل حاجة، وبيقول له ده انت مش عارف اصلا تشيل سلاح، هتخرج تعمل ايه؟ المهم الكلام بيفضل رايح جاي ومفيش فايده برضه، وجوبر بيقول له امسك وكمل شغلك. حازوكا بيروح يكمل شغله، وبيعرفنا ان قتل التنانين في القريه هنا حاجه ضروريه جدا، واللي بيعرف يعمل كده بيتشهر جامد جدا في القريه، وبيبقى حاجه تقيله في البلد. ولكن في تنين بقى كده مميز جدا عن الباقي، محدش شافه قبل كده، وعلى راسه اقوى جايزه بيسموه غضب الليل. بيظهر فجأة وبيدمر الدنيا، وبيقرر حازوكا في الوقت ده ان هو اللي هيقضي عليه بنفسه علشان يثبت للمدينة انه يستحق يكون من الفايكنج الاقوياء. بيروح بسرعة ومعاه سلاح كده، وبيفضل يراقب واحدة واحدة لغاية لما بيركز على الهدف وبيضرب، وبالفعل بيقدر يصطاده. مش عارف بقى هو حظ ولا شطارة منه، بس المهم انه قدر ينجح. وحازوكا في الوقت ده طبعا بيكون ميت من الفرحة، بس بيهجم عليه تنين مرة واحدة من ظهره، وبيجري بسرعة وبيستخبى، وابوه ستويك بيجي وينقذه. وهنا بنشوف قوة ستويك بجد، وحازوكا بيعمل كارثة في المدينة، والكل بيبص له بصة استحقار كده، بيقول لهم ماشي بس اصطدت غضب الليل. ابوه بيشده وبياخده معاه، وحازوكا بيقول له ان بالفعل قدر يصطاد غضب الليل، بس طبعا ما حدش مصدق. وستويك بيقول له انت على طول بتعمل كوارث في المدينة وما بتعملش اللي عليك، روح على البيت يا ابني. وبيمشي حازوكا، واصحابه طبعا بيقعدوا يتريقوا عليه، وبيروح مع جوبر وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وهم في الطريق. وجوبر بيقول له حاجة حلوة جدا الصراحة، بيقول له خليك على طبيعتك زي ما انت، وبطل تتظاهر بحاجة مش شبهك. واعتقد انكم خدتوا بالكم ان حازوكا شاب ذكي، ولكن هو لسه مش ناضج بما فيه الكفايه، وبيقلد الناس اللي حواليه وخلاص علشان يحس انه شبههم. بنروح لستويك في قاعه الاجتماعات، وبيكون عامل اجتماع وبيقرر فيه انهم هيدمروا عش التنانين، وبيقول لو قدرنا ندمره التنانين هتبطل تهاجم القريه. وبيقرروا انهم يخرجوا ويبداوا يبحثوا عن العش دلوقتي، بس هنا الناس بقى بتبدا تتهرب علشان خايفين، لان كل اللي بيخرج في عمليه بحث مش بيرجع تاني. فبيقول لهم خلاص اللي هيقعد هنا هيخلي باله من حازوكا. بس بالله مره واحده الكل بيقول خلاص جايين معاك حالا، باين كده على حازوكا انه محبوب قوي. المهم بيقعد ستويك مع جوبر وبيتكلموا عن حازوكا شويه، وستويك بيقول له انه مش عارف يعمل ايه مع حازوكا، لكن جوبر بيرد عليه وبيقول له خليه يتدرب. ولكن ستويك بيبقى خايف عليه وشايف انه مش هيعرف يعمل حاجه، لانه شايف انه مختلف ودايما بيقول له حاجه وبيعمل عكسها. لكن جوبر بيقعد يتكلم مع ستويك لغايه ما بيقدر يقنعه. وبنشوف حازوكا وهو ماشي في الغابه وقاعد بيكلم في نفسه، فجاه بيتخبط في شجره وبيلاقي اثار وقوع، وبيروح وراها وبيتصدم بانه غضب الليل. بيقرب منه وبيبقى عايز يقضي عليه، ولكن بيلاقيه خايف، ولكن برضه بيبقى عايز يثبت نفسه قدام ابوه وقريته، ولكن برضه مش بيقدر وبيصعب عليه وبيفكه. والتنين مره واحده بيهجم عليه، والموضوع بيبقى مرعب قوي الصراحه. وبيرجع غضب الليل وبيهرب فجاه، وحازوكا بيغمى عليه. بيرجع حازوكا البيت وابوه بيناديه وبيقول له ان جه الوقت اللي تتعلم فيه يا ابني ازاي تحارب التنانين، وبيعرفه ان تمرينه هيبدا بكره. ولكن حازوكا بيقعد يتهرب من الكلام، وبيقول فجاه انه مش هيقدر يقتل تنين. ابوه بيفتكره بيهزر، بس حازوكا بيتكلم بجد، وبيرد عليه ستويك وبيقول له انا عايزك تكون زينا يا ابني. وبيمشي ستويك، وهنا بيبدا التمرين.
بيدخلوا الحلبة وبيكون مقفولة عليهم من كل ناحية، وبنشوف أصحاب حازوكا مستغربين إن حازوكا موجود معاهم. من الآخر يعني أنت إيه اللي جابك هنا؟ جوبر بيشرح قواعد التدريب وبيقول إن أفضل متدرب هياخد شرف إنه يقتل أول تنين قدام القرية كلها، وطبعا أصحاب حازوكا بيتريقوا عليه تاني، وجوبر بيبدأ يتكلم عن كل تنين وبيوصف كل تنين بيعمل إيه وقوته قد إيه، والأجواء بتتوتر، وفجأة بيخرج أول تنين وبيبدأ الأكشن. بيستخدموا الدرع للدفاع عن نفسهم وكل واحد بيحاول ينجو بنفسه، وبنعرف إن الدرع لما بيخبطوا عليه بيعمل زي ضوضاء كده وبيخلي التنين يفقد تركيزه، وكل شويه واحد يخسر. حتى حازوكا خسر وما تبقاش غير استريد، والتنين بيهجم على حازوكا فجاه، لكن جوبر بيتدخل وبينقذ الموقف، والتدريب بينتهي على كده. بنشوف حازوكا وهو ماشي في الغابه وبصراحه بيكون متضايق وبيفكر في اللي حصل في التدريب. فجاه بيظهر تنين وبنعرف انه غضب الليل، لسه بيحاول يطير من ساعتها لكنه مش قادر، وده طبعا بسبب ضربه حازوكا اللي تسببت ليه في جرح قوي. وحازوكا بيعمل صوت وغضب الليل بياخد باله منه، وبيفضل باصص ليه بنظره كلها خوف وترقب في نفس الوقت. وبينتهي المشهد على كده، وبيرجع حازوكا البيت وبيكون اصحابه وجوبر متجمعين في القاعه، وجوبر بيديلهم كتاب اسمه دليل التنانين واللي بيكون فيه كل المعلومات عن التنانين. المهم بيخلصوا وبيمشوا، والكتاب بيشد انتباه حازوكا وبيروح يفتحه وبيلاقي فيه معلومات كتيره قوي، بس بيقعد يقلب واحده واحده لغايه لما بيوصل لغضب الليل. ولكن الصدمه هنا انه بيكتشف ان مفيش اي معلومات متاحه عن غضب الليل، ومكتوب محدش يواجه التنين ده ابدا. بنرجع تاني لستويك وهو في عمليه البحث وبيدور على عش التنانين، وبيكتشف مكان جديد وبيروح ناحيته واحده واحده، بس فجاه الجو كله بيتقلب غبار. وبننتقل لحازوكا تاني، اليوم التاني للتدريب، والتدريب المره دي اصعب. بيجروا في متاهه والتنانين بتهجم عليهم من كل اتجاه، بس كل اللي شاغل بال حازوكا هو غضب الليل. وبيسال جوبر عن غضب الليل، ولكن جوبر بيرد وبيقول له مفيش حد قابله قبل كده وفضل عايش. بيستخبوا من التنين، وبنشوف حازوكا قد ايه هو شخص مضحك في القتال الصراحه ومش نافع خالص. القتال بيشتد والتنين بيهجم على استريد وحازوكا، لكن استريد بتضرب التنين بكل قوتها وبتقول لحازوكا شكلك كده مش فارق معاك اي حاجه وفاكرنا بنلعب، ولكن احنا في حرب دلوقتي مع التنانين، قرر هتبقى في جانب مين. حازوكا بيروح لنفس المكان تاني وبيدور على غضب الليل، وغضب الليل بيكون مستخبي، لكن حازوكا بيديله الامان وبيرمي سلاحه. وغضب الليل هنا بيكون حذر قوي، ولكن حازوكا بيبقى عايز يثق فيه وبياكله السمكه. وحازوكا بياخد باله ان غضب الليل عنده اسنان بيقدر يخفيها ويظهرها تاني، علشان كده بيسميه ابو سن. بس ابو السن بيقرب واحده واحده من حازوكا، وحازوكا بيكون خايف، وفجاه ابو السن بيطلع باقي السمكه من بقه وبيبقى عايز حازوكا ياكلها. حاجه مقرفه جدا الصراحه، ولكن بالنسبه لابو سن ده هيعزز الثقه. حازوكا بيضطر ياكل وابو السن بيبدا يهدى، بيقرب منه حازوكا واحده واحده، ولكن برضه لسه بيخاف وبيبعد عنه. بيحاول حازوكا يقرب منه كل شويه، وبيعدي الوقت وبيبدا ابو السن ياخد الامان. والاجواء بصراحه بتكون لطيفه، وبيلعبوا مع بعض لغايه ما حازوكا بيقدر يلمسه، والثقه هنا بتزيد عن الاول بكتير. حازوكا بيقعد مع جوبر واصحابه، بس بيكون سرحان طول القعده وبيفكر في ابو سن، واصحابه بيفضلوا يتكلموا عن التنانين لغايه ما جوبر بيقول جمله مهمه جدا، وهي ان التنين العاجز عن الطيران هو تنين شبه ميت. الجمله دي بترن في دماغ حازوكا وبيختفي مره واحده، وبيبدا بقى يخطط لحاجه تخلي ابو السن يقدر يطير من تاني، وبيبدا يشتغل عليها كمان. وهنا بناخد بالنا ان حازوكا فعلا ولد ذكي ومختلف عن اصحابه تماما. بيرجع حازوكا للغابه تاني وهو شايل معاه الديل الصناعي اللي صنعه في الورشه، وبيروح لابو السن وهو خايف شويه من ردة فعله. في الاول التنين بيفضل باصص ليه بنظرات شك وبيرجع لورا، بس حازوكا بيطمنه بذكائه وبياكله سمك علشان يشتت انتباهه. وهنا حازوكا بيستغل الفرصه وبيركب الديل الصناعي بسرعه في ديل ابو السن المقطوع، وابو السن بيحس بحاجه غريبه فجاه وبيبدا يفرد جناحاته وبيطير، لكن لسه برضه مش قادر يطير ومش عارف يتحكم. بس حازوكا بيفتح الديل الصناعي وبينقذ الموقف وبيطيروا اخيرا. حازوكا بيقعد يظبط زاويه الديل بايديه لغايه ما الطيران بيظبط معاهم للحظات، وفجاه التنين بيلف لفه سريعه في الهواء وحازوكا بيقع على الارض، وابو السن كمان بيقع وراه، لان الطيران ما بيكملش من غير توجيه حازوكا. هنا بناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، وهي ان ابو السن مش هيعرف يطير التاني لوحده ابدا، ولازم حازوكا يكون معاه فوق ظهره علشان يوجه الديل الصناعي. يعني من الاخر الاتنين بقوا يكملوا بعض، ومفيش واحد فيهم هينفع يعيش من غير التاني. بنرجع تاني لحلبة التدريب، والمرة دي عندهم مواجهة صعبة مع تنين جديد وهو التنين ابو رصين. المكان كله بيتملي دخان وغاز، واصحاب حازوكا كلهم بيجروا ويستخبوا ورا الدروع وهم مرعوبين، لكن حازوكا بفضل الوقت اللي قضاه مع ابو سن بقى فاهم تفكير التنانين ماشي ازاي. في وسط الدخان التنين ابو رصين بيقرب
بيقرب من حازوكا وخلاص هيقضي عليه، بس حازوكا بكل هدوء بيفتكر اللي اتعلمه وبيرجع التنين واحده واحده للقفص. جوبر واصحاب حازوكا طبعا بيوقفوا مستغربين ومش مستوعبين اللي حصل، ازاي حازوكا قدر يهزم التنين بالبساطه دي من غير حتى ما يستخدم سيف. حازوكا بيقفل على نفسه الورشه وبيبدا يصمم وبيصنع سرج متطور هيركبه على ظهر ابو سن، وكمان بيعمل نظام تحكم يدوي متوصل بالديل الصناعي علشان يقدر يغير زوايا الطيران وهو راكب فوقه. ومن هنا بنبدا نشوف لقطات سريعه ورا بعض بتورينا ذكاء حازوكا وهو بيطبق اللي بيتعلمه من ابو سن جوه حلبة التدريب مع التنانين التانية. بنشوفه بيستخدم عشب التنانين اللي بيأثر على التنانين وبيخليها تهدى خالص وتنام مكانها، وبيبدأ اصحابه يقربوا منه واحدة واحدة، واسترد هنا بقى بتبدأ تتضايق علشان بدأ ياخد مكانها. وحازوكا بيعرف ان التنانين ليها نقطة ضعف بتخلي التنين يغمى عليه، وكمان بيعرف ان التنانين بتتضايق من انعكاس الضوء، فبيستخدم درعه علشان يعكس ضوء الشمس على الارض وبيلعب بيه مع التنين زي القطط لغايه ما يدوخوا وبيحبسوا بكل سهوله. بيبدا يتمرن على الطيران مع ابو السن واحده واحده لغايه ما بداوا يوصلوا للتناغم الصح. المشاهد السريعه دي بتعدي والكل في القريه ما بقاش يتكلم غير عن حازوكا، وخصوصا استرد اللي بدات تشك ان في حاجه غريبه وبتبدا تراقب تصرفاته. وهنا بناخد بالنا ان حازوكا بذكائه بقى عايش في عالمين، الصبح بيبهر القريه كلها بانه مروض التنانين، وبالليل بيكمل التدريب على الطيران مع ابو السن. بيرجع ستويك من عمليه البحث هو ورجالته وبيكون باين عليهم الاحباط قوي والتعب، وطبعا ما رجعوش باي نتيجه. جوبر بيروح يستقبل صاحبه ستويك، وستويك طبعا مستني يسمع مصيبه جديده عملها ابنه حازوكا في غيابه، وبيسال جوبر عن اللي حصل في غيابه. جوبر بيبتسم وبيرد عليه بجمله غيرت كل توقعاته، ان ابنه بقى احسن واحد في الحلبه والقريه كلها بقت معجبه بيه. ستويك بيفضل واقف كده ومش مصدق نفسه، هو كان سايب ابنه فاشل متبهدل، فجاه يرجع يلاقيه بطل القريه، اكيد في حاجه غريبه. ودلوقتي بقى حازوكا بيقرر ياخد ابو سن ويطلعوا بره الغابه تماما علشان يجرب الطيران الحر لاول مره. في الاول الموضوع بيبدا بلخبطه وخوف، وحازوكا بيفتح الورقه اللي كاتب فيها المقاسات والزوايا علشان يظبط الديل، والطيران بيبدا يظبط، لكن فجاه الورقه بتطير منه في الهواء. وهنا حازوكا بيتحط في موقف صعب، بينفصلوا عن بعض وبيطيروا في الهواء، ولكن حازوكا بيقدر يوصل لابو سن، وفي الوقت ده بيضطر يعتمد على احساسه والتناغم اللي بينه وبين ابو سن. وحازوكا بيميل بجسمه والتنين بيبدا يفهم الحركه ويعدل طيرانه في نفس اللحظه. وبنشوف بقى لقطات حلوه جدا وهم طايرين بين الصخور وفوق البحر، والاول مره في تاريخ جزيره بيرك في انسان وتنين طايرين مع بعض، بس كاصحاب مش كاعداء. وفي نفس الليله ستويك بيدخل البيت وبيكلم حازوكا، وحازوكا بيتخض وبيرجع لورا لانه بيفتكر ان ابوه عرف السر، وابوه بيقعد يتكلم وبيقول له انا عرفت بخصوص التنين. لكن حازوكا هنا بيتخض قوي، لكن ستويك بيبقى فرحان جدا وفخور بابنه لاول مره في حياته. واتاريه هنا كان يقصد اصلا على شطارته في الحلبه، وبيقعد يتكلم معاه بحماس وبيديله خوذه الفايكنج الخاصه بالعيله كنوع من التقدير. حازوكا بيكون قاعد على اعصابه لانه عارف ان ابوه فخور بيه بناء على كذبه، وان ابوه فاكره بقى بيموت التنانين. وهنا بناخد بالنا من كميه الضغط النفسي اللي بقى فيه حازوكا. الفجوه بينه وبين ابوه بدات تضيق، بس على حساب سر كبير لو اتكشف هتحصل مشكله كبيره. بنشوف الشباب وهم في الحلبه والقريه كلها متجمعه، ومعاهم الحكيمه بتاعه القبيله اللي جايه تقيم التدريب وتختار مين وسط الشباب دول اللي هيرفع راس الفايكنج ويقضي على اول تنين في الاختبار النهائي. جوبر بيخرج التنين علشان يشوف تصرف الشباب، وحازوكا كالعاده بيستخدم الحركات بتاعته، وفي ثانيه بيخلي التنين يهدى وينام على الارض. الناس كلها بتقف وبتسقف بحماس، والحكيمه بتبص لحازوكا باعجاب شديد وبتشاور عليه. وخلاص كده تم تحديد مين اللي هيموت التنين في الاختبار النهائي. استرد بتكون واقفه مندهشه وهتموت من الغل والصدمه لانها تعبت قوي في التدريب، وفي الاخر حازوكا يجي ياخد منها اللقب بالسهوله دي. الناس بتحتفل بيه وابوه بيبقى فخور بيه جدا. تاني يوم حازوكا بيروح الغابه وبيكون مهموم قوي لانه بقى عليه حمل كبير مره واحده، وفجاه بتظهر استرد وبيتخض حازوكا وبتكون جايه تعاتبه لانها حاسه انه بقى غريب فجاه، وبتثبته بالفاس وبتقول له ان مفيش حد بيبقى ماهر كده فجاه. وفي وسط الكلام بيظهر ابو السن من وراهم، واسترد اول ما بتشوف ابو السن بتترعب وبتتخض وبتحاول تضربه بالفاس، لكن حازوكا بيتدخل بسرعه وبيهدي ابو السن وبيعرفها ان التنين مش هيعمل ليها حاجه، وبيعرفهم على بعض وبتكون مستغربه منه جدا. بس استرد مش بتصدقه وبتجري بسرعه علشان تروح تبلغ القريه كلها باللي شافته. لكن طبعا حازوكا وابو السن مش هيسيبوها، بيلحقوها وبيخطفوا استرد وبيطلعوا بيها فوق شجره.
المعسكر. استريد بتكون هتموت من الرعب وبتزعق لحازوكا، بس حازوكا بيحاول يهديها وبيطلب منها بس تديله فرصه واحده يوريها ان التنين مش مؤذي. استريد بتوافق لانها بتكون خايفه وبتركب معاه، والتنين بيبدا يطير بقوه لان بصراحه بيكون متضايق من استريد وبيبقى عايز يخوفها، ومن الاخر بيربيها، لكنها بتعتذر على طول من الخوف فبيعدل طيرانه وبيطير بهدوء. الجو بيبقى هادي تماما واستريد بتنبهر من المنظر وبتكتشف ان الطيران ممتع. فجاه ابو السن بيغير اتجاهه وبيدخل بيهم في وسط مجموعه كبيره من التنانين اللي طايره في نفس الاتجاه وهي شايله اكل وصيد، وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب، وده بيكون عش التنانين اللي القريه اصلا بقالها سنين بتدور عليه. التنانين كلها بتبدا ترمي الاكل والصيد اللي جابته جوه حفره كبيره، وحازوكا واستريد بيكونوا مستغربين ومراقبين ايه اللي بيحصل وبيقولوا هم ليه بيعملوا كده. وفجاه بيطلع من قاع البركان تنين عملاق جدا ومرعب، وفي اللحظه دي حازوكا واستريد بيترعبوا من المنظر وبيفهموا ان التنانين مش بتسرق الاكل مزاجها، دي مجبره تاكل الوحش ده. ابو السن بيلف بسرعه وبيطير بيهم بره الجزيره قبل ما التنين العملاق يقضي عليهم، وبيرجعوا تاني لغابه بيرك وهم مش مصدقين اللي شافوه. بيتكلموا مع بعض بخصوص الموضوع، واستريد بتكون عايزه تبلغ ستويك باللي حصل ده، لكن حازوكا بيكون رافض لانهم لو عرفوا هيموتوا ابو السن، وبيقول لاستريد اديني وقت افكر الاول. الاختبار النهائي بدأ والكل بيكون متحمس، وستويك بيقعد يشكر في ابنه وما يعرفش اللي فيها اساسا، غلبان صراحه. حازوكا بيدخل الحلبه وبيبقى متوتر جدا، بس مش عشان التنين ده، علشان الحقيقه اللي مخبيها. الباب بيفتح وبيخرج تنين مرعب وهو تنين النار، وبيفضل يتحرك يمين وشمال وبيقرب من حازوكا واحده واحده، ولكن حازوكا بيبدا يرمي السيف والدرع في الارض وبيقلع الخوذه وبيرميها بعيد قدام التنين. الكل طبعا بيبقى مستغرب وستويك بيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. حازوكا بيمد ايده بالراحه للتنين والتنين بيبدأ يهدى فعلا وبيقرب راسه، وحازوكا بيحاول يثبت لابوه والقرية ان التنين مش وحش، لكن في اللحظة دي ستويك من كتر صدمته بيضرب بالفاس على الحديد والتنين بيتخض فبيرجع يهجم تاني على حازوكا، وابو السن بيسمع صوت حازوكا وهو بيصرخ فبيجيله غضب رهيب وبيحاول يطير لغاية ما بيعرف يطير لوحده، والقتال بيبقى شديد قوي واستريد بتدخل تساعد حازوكا، لكن فجأة صوت قوي جدا جاي من بعيد بأقصى سرعة. ابو السن بيكسر سقف الحلبة وبيلحق حازوكا وبيوقف في وش التنين لغايه ما التنين التاني بيرجع لقفصه وهو مرعوب من ابو سن. حازوكا بيكون خايف على ابو سن قوي، والفايكنج بينزلوا الحلبة بالاسلحه وبيهجموا على ابو سن، وما صدقوا طبعا انهم لقوا غضب الليل اللي بيدوروا عليه. ابو سن بيدافع عن نفسه وبيهجم على ستويك وخلاص هيطلع النار وهيموته، بس حازوكا فجاه بيصرخ وبينادي عليه وهو خايف، والتنين بيسمع كلامه وبيهدى، بس الفايكنج بيستغلوا اللحظه دي وبيتلموا على ابو سن وبيكتفوه بالسلاسل والحبال. وللاسف هنا حازوكا بيكون في موقف ضعف، وستويك بيقوم وهو باصص لحازوكا بنظرة كلها غضب وصدمة. ستويك بياخد حازوكا للقاع وبيكون في قمة غضبه وبيفضل يزعق له وبيقول له انه مش مصدق اللي حصل ده، وحازوكا بيحاول يهديه وبيقول له ان التنانين مش وحوش وارجوك ما تاذيش ابو سن، بس ابوه بيغضب اكتر لما بيسمع كده. وفي وسط ما حازوكا بيتكلم بيقع بلسانه وبيقول له على عش التنانين اللي راحوا. ستويك اول ما بيسمع كلمة العش بيمسك حازوكا وبيقول له ازاي قدرت تروح هناك، لكن حازوكا طبعا بيعرفه ان ابو سن بس اللي يقدر يروح هناك، فبتيجي فكرة لستويك واكيد كلكم عرفتوها، وحازوكا بيعرف انه بوظ الدنيا اكتر، وستويك بيزقه وبيقع على الارض وبيقول له انت مش ابني، وبيروح علشان يجهز السفن ويبدأ يتحرك للعش. ستويك بيتحرك بالسفن وبيخرج من القرية وبيسيب حازوكا، واستريد بتيجي تقف جنبه وبتحاول تواسيه وبتسأله عن خطته الجاية، بس حازوكا بكل يأس بيقول يا ريت كنت موتت التنين في الأول وخلصت. استريد بتبص ليه وبتقول له انت مش فاشل، انت أول واحد فينا قدر يمتطي تنين ويصاحبه كمان. حازوكا بيفوق وبيرجع ليه الأمل وبتجيله فكرة سريعة وبيقولها وهو متحمس، لازم نروح وراهم ونلحقهم. وبيروحوا الحلبة وبيلاقوا باقي الشباب متجمعين هناك. حازوكا بياخد قرار سريع وبيخرج التنانين من الإقفاص، وبنرجع لستويك وبنلاقيه وصل الجزيرة وفي صوت مرعب جاي من ناحيتها، وبينزلوا من على السفن وبيقربوا للعش واحدة واحدة. حازوكا بيخرج تنين النار واصحاب حازوكا بيكونوا مرعوبين، لكن حازوكا بيخليهم يقربوا من التنانين ويهدوها بنفس الطريقة اللي كان بيعملها في التدريب. وبنشوف ستويك وهو بيدي الامر بضرب العش، وبالفعل الصخور بتتحدف بقوة ناحية العش وبتبدأ تكسر الجبل، والكل واقف مستني الهجوم.
لكن المفاجأة ان آلاف التنانين الصغيرة بتطلع تجري وتطير في الجو بره البركان وهربانة من غير ما تهاجم حد من الفايكنج. وبصراحة دي حاجة غريبة شوية، ولكن للأسف هم خدوها بشكل تاني. الكل بيبدأ يفرح وبيفتكروا انهم كده انتصروا وطردوا التنانين من مكانهم، بس ستويك بيبص للفتحة الفاضية وبيرد عليهم بقلق وبيقول لهم خلي بالكم الموضوع لسه ما خلص وفي حاجة غلط. والأرض بتبدأ تتهز جامد وبيخرج التنين العملاق وبيدمر الدنيا. بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم بس التنين مش بيتأثر وبيطلع نار بتحرق أسطول المراكب كله في ثانية، والكل بيبدأ يهرب والموضوع بدأ يبقى صعب لدرجة ان ستويك نفسه بيتوتر. بس ستويك وجوبر مش بيستسلموا، وفجأة بيظهر حازوكا وأصحابه راكبين التنانين وبيقول لأصحابه انهم يحاولوا يشتتوا التنين العملاق بحيث ان هو يروح ينقذ ابو سن. الشباب بيبدأوا ينفذوا الخطة، وفي نفس الوقت حازوكا بينزل على السفينة وبيجري على ابو سن وبيحاول يفك السلاسل، ولكن التنين العملاق بيكسر السفينة وحازوكا بيقع مع ابو سن تحت المية وبيحاول برضه يفك السلاسل بس نفسه بيبدأ يخلص وبيغمى عليه. لكن على طول ابوه بيلحقه وكمان بينزل ينقذ ابو سن وبيفك له السلاسل، والاتنين بيخرجوا مع بعض. وستويك بيقول لحازوكا انه اسف على كل حاجة وانه فخور بيه، وبينطلق حازوكا علشان يواجه التنين. ووسط ما الحرب شغالة التنين العملاق كان هيسحب استرد والتنين بتاعها، لكن حازوكا بيوصل في الوقت المناسب وبيلحقها. والحرب دلوقتي بتكون ما بين ابو سن وحازوكا ضد التنين. بيفضل يطاردهم ويروح يمين وشمال وبيحصل ضرب كتير قوي وبيلف وراهم وبيدمر اي حاجة قدامه، لكن حازوكا بيبقى عنده خطة وبيطلع فوق خالص. معرفش الصراحة هو بيفكر في ايه، لكنه بيسحب التنين بالفعل لغاية ما بيدخله جوه الضباب، والعملاق بيكون مش شايفهم من كتر الدخان. وابو سن هنا بيستغل سرعته وبيضرب عليه من كل اتجاه، والتنين بيغضب وبيضرب نار في كل مكان لدرجة انها بتحرق ديل ابو سن الصناعي. وهنا بتبدأ المشكلة الحقيقية، وهنا حازوكا بياخد القرار النهائي وبينزل بيه للأرض بأقصى سرعة. وقبل الأرض بثواني حازوكا بيقول لابو سن يضرب دلوقتي على التنين. ابو سن بيلف وبيضرب التنين والضربة بتعمل انفجار داخلي رهيب جوه بطن الوحش. وفي نفس اللحظة ابو سن بيحاول يعدل اتجاهه بعيد عن التنين، بس الديل محروق ومش قادر يساعده. وفجأة بينزل التنين على الأرض وبيحصل انفجار قوي جدا بيحاول يتفاداه حازوكا وابو سن، بس بيخبطوا في ديل التنين وبيقع حازوكا في النار وبيروح وراه ابو سن بأقصى سرعة. الانفجار بيخلص والمكان كله بيتحول لرماد، وبنشوف ستويك بيجري وبينادي على حازوكا لغاية ما بيوصل لمكان الوقوع، وبيلاقي ابو سن فاقد الوعي وجناحاته مقفولة على جسمه. ستويك هنا بيقع على الأرض وبيبقى حزين قوي وبيفضل يتأسف لحازوكا وبيقول انه السبب في كل ده، والكل هنا بيبقى حزين جدا على حازوكا. وفجأة ابو سن بيفتح عينيه بالراحة وبيكون مخبي حازوكا ورا جناحاته. ستويك هنا بيتصدم وبيفرح قوي وبيحط راسه على صدر حازوكا وبيلاقيه بيتنفس، وهنا الكل بيطمن على حازوكا. واخيرا ستويك هنا بيعرف قيمة ابو سن وبيشكره على انقاذ ابنه. بيرجعوا القرية وبيصحى حازوكا وبيلاقي نفسه في سريره، واول حاجة بيشوفها هو ابو سن. ايوه زي ما بقول لكم كده، وبيحاول يقوم وبيقف على رجله، بس بيتفاجئ ان رجله الشمال اتقطعت بسبب الحريق ومتركب مكانها رجل حديد صناعية من اختراع جوبر. بيسند على ابو سن وبيحاول يمشي لغاية ما بيوصل للباب وبيفتحه وبيخرج للقرية. وهنا بيتصدم من المنظر اللي بيشوفه بره. جزيرة بيرك اتغيرت 180 درجة. التنانين بقت عايشة وسط الفايكنج عادي كده بسلام، بتساعدهم في الشغل وبتلعب مع الأطفال ومفيش أي أثر للحرب. ستويك بيطمن ابنه وبيقول له إيه رأيك دلوقتي؟ والكل بيبقى فخور بحازوكا، وبنتفاجئ إن جوبر عمل ديل صناعي جديد لأبو سن. في النهاية ده مش مجرد فيلم أنيميشن، ده درس حقيقي في الحياة. ذكاء حازوكا واختلافه عن الباقي أثبت إنك مش لازم تمشي مع القطيع وتعمل زي ما كل الناس بتعمل علشان تحس إن ليك قيمة. مش شرط، طالما بتعمل الصح واللي يرضي ربنا ما تشيلش هم. حازوكا ما كانش قوي، بس ذكائه واستخدامه لعقله غير قرية بالكامل. ده غير تحمله للمسؤولية لما غلط وكذب على أبوه، لكنه بعد كده أصر إنه يصلح غلطه بنفسه وينقذ أهله وأصحابه. جزيرة بيرك اتغيرت للأبد وعرفتنا إن التغيير الحقيقي بيبدأ من شخص عنده الشجاعة إنه يشوف الحقيقة بشكل مختلف ويقنع العالم بيها. يا رب يكون الفيلم عجبكم. لو عايزين الجزء الثاني ما تنسوش اللايك الجميل، وبرضه اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير. سلام.